السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم اقتراحات معسلة على شكل وريضة. الطريقة ديالها بنات جد سهلة وبسيطة كما غادي تشوفوا معايا لا في المقادير ولا حتى في الطريقة ديالها جد سهلة وبسيطة. المقادير دائما في اطار 500 غرام. كيعجبني انا نخدم دائما ب 500 غرام باش الكل يستافد، حتى اللي ما كتزعمش تدخل الكوزينه تدخل وتجربها، كتجيها جد سهلة وبسيطة. بالنسبه للمقادير ديالها البنات غادي نقولهم لكم وانايا تنخدم في العجينه. عندي هنا 500 غرام ديال الطحين. غادي نحتاج معاه واحد نصف كاس ديال اللوز مطحون بقشور وخضر. تقدروا تعوضوه بكاوكاو ولا زنجلان. عندي هنايا واحد الفانيليا وحده، وهنايا واحد نص معلقه ديال القرفه صغيره، خماره وحده ديال 8 غرام، وغنحتاج واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نجمع النواشف كما كتشوفوا بهذه الطريقه دائما باش تجينا سهله في الجميع. وغندير 125 غرام ديال الزبده، يعني هي نص رابعه مذوبه، نخلط بها. غادي نرمل مزيان هذاك الطحين. بالنسبه للمقادير غنخليها لكم في صندوق الوصف مضبوطه. هنايا غادي نجمع بالحليب. كنبقى نجمع غير بشويه بشويه، دائما العجين غيكون قاصح، يعني تكون العجينه شاده شويه، ما تكونش عاوتاني شاده بزاف حتى لدرجه غادا تقطع. لا، بين وبين هي كتحسي بها العجينه واقفه، يعني قاصحه شويه، ما تكونش مرخوفه باش ما تمحنكمش ملي تكونوا كتخدموا فيها. كنجمعها بحال هكايا، كندلكها واحد شويه كيف ما كتشوفوا. صافي، وغادي نجمعها وغادي نخليها على جنب، يعني بلا ما تخليوها ترتاح، مباشره كتخدموا بها. غير هي غطيوها بواحد بلاستيكه. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نديرها في الوراقه. بالنسبه للوراقه البنات كتبقى يعني كل وحده والارقام ديالها. دائما كتخدموا في الاول بالرقم الاول اللي كيكون غليظ، يعني كتدوروا فيها بحال كتعاودوا العجينه تقاد مع بعضياتها. وكديروا دائما كتزيدوا كتزيدوا جوج او ثلاثه وكتخدموها، يعني حتى كتحسوا بها مقاده. عاده كتديروها في الرقم الاخير اللي غادي يكون ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف، يعني عينكم ميزانكم نتوما غادي تشوفوا. يعني ما كتكونش غليظه وما كتكونش رقيقه عاوتاني، حتى ما تلقاوش هذوك اللي غنخرجوها في الاله ديال سباغيتي، ما تلقاوش تلقاوها رقيقه ما غاديش تجيكم. ما تكونش رقيقه عفوا وما تكونش غليظه. غنحيد هذوك الجناب كيف ما تشوفوا باش تجيني مزيانه. دائما قبل ما ديروا هذه المرحله ديال ديروها في ديال هذوك الشعيرات، نتوما كديروا الطحين ضروري من الطحين باش ملي تبغيو تخدموها ما يتلاصقوش لكم مع بعضياتكم، هذوك الخطوطه ما يتلاصقوش، باش ملي تقلا تجي هكاك باينه وكل خيط كيبان لك ماشي ملاصقه ولا كتبان لك معجنه، يبانوا لك خيوط. هنا كيف ما تشوفوا تاخذوا واحد شويه كيف ما تشوفوا، ما تكونش غليظ كثيره بزاف، بين وبين الحجم كتحكموا فيه نتوما. الطريقه نتوما غتشوفوا كيفاش، وكيبقى لكم الاختيار في الحجم كبير صغير على حسب اللي بغيتو. هذه البنات هاد المقادير نفسها تقدروا تخدموا بها بشنيخه، يعني بحال نفس المقادير نفس يعني غير الطريقه اللي كتختلف، الشكل اللي عفوا اللي كيختلف. كيف ما تشوفوا تتلويوها، ضروري تلويوها وعاد كتعطيوها هذا الشكل بحال هكا. كتحاولوا تفرقوها. ضروري من الطحين البنات كنأكد لكم الطحين في اخر اللحظه اللي غديروها السباغيتي هي اللي كديروا فيها الطحين، باش ملي ما تتبقاش ما تجيكمش معجنه. صافي كديروها على هذا الشكل هذا.
كتستمروا حتى للاخر. وبطبيعه الحال كنقليوها في الزيت. الناس اللي ما كتبغيش الزيت هي كديروها في الفران، يعني غادي دهنوها غير واحد شويه وكتدخلوها للفران حتى كتحمر. هي ما كتكونش نفس النتيجه اكيد، يعني مقليه كتكون ماشي فحال اللي كتكون في الفران. صافي كتبقاو تكملوا هكايا حتى كتستمروا كامله العجينه كامله كتخدموها. كنتمنى الشكل يكون واضح بالنسبه لكم. كيف ما كتشوفوا كتقليوها، هاد الزيت ضروري كتكون سخونه. وبالنسبه ملي كتقليو الاولى ضروري المقله الاولى كتقليوها وملي كتبغيو ديروها في العسل حاولوا انكم تطفيو البوطه باش الزيت درجه الحراره ديالو تهبط، يعني ما يبقاش سخون بزاف. كتديروا ديروا المعسله ديالكم في الزيت، واخا تكون البوطه طافيه غير يبان لكم الشكل ديالها يعني بدا كيتحمر، وتشعلوا البوطه. هذه هي اللي كتخليك ما يتحرقوش معاك نهائيا، يعني غير تخدموا الاولى بحال هكايا. كتطفيو البوطه، يعني كتطفيوها وكتخليو درجه الحراره ديال الزيت تهبط. انا قلتها جوج خطرات باش نوصل لكم الفكره. عاده كديروها في معسله، ملي كديروا الاخرى كتكون الزيت يعني بحال بردات شويه. انا راه طافيه البوطه كيف ما تشوفوا، ورميت رميتهم. غير كنشوف الزيت عاوتاني بدا كيهبط شويه الحراره ديالو، كنشعل عليها وكنكمل بهذه الطريقه حتى كتكملوا كلشي، يعني باش ما تمحنكمش وفي نفس الوقت ما كتحرقش. الشكل ديالها هو هذا البنات. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم البنات. الى فيديو لاحق ان شاء الله.